السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كلنا نصلي على النبي كده زي ما احنا متفقين، نصلي على الرسول وتعالوا نشوف وصفتنا هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا ايه يا ولاد؟ ده كده كرع جماسي كده كبير وحلو وملزلز كده. خليت الست كده قطعتهولي كسرتهولي كده قطع صغيرة على قد الحجم اللي أنا عايزاه. وكمان معايا فرخ بلدي كده علشان طبعا الولاد ما بي في اللي بيحب الكوارع وفي اللي ما بيحبش الكوارع. وهعمل كمان طبق خضار معايا كده ايه، بطاطسيتين كده، ومعايا البصل بتاع الخضار، وهعمل دقة كمان اللهم صل على النبي للكوارع. وكمان الرز بتاعي غسلاه اهوت ونقعاه، وهولع على الرز والمية كمان بتغلي عشان الكوارع لازم اغليها كويس جدا. ماشي، يلا حبايب قلبي تعالوا اما ننزل كده بالكوارع في قلب المية اللي بتغلي ديت. مية بتغلي جامد علشان طبعا ننزل بالكوارع كده، تاخد معايا غلوتين تلاتة تطلع اي ريم اي حاجة وحشة كده جواها، بتطلع مع غلية المية دي. انا طبعا غاسله الكوارع دي ونضفتها وقعدت كمان عليها بالسكينه كده، وقعدت انضف تاني فيها كويس جدا لما خلاص بقت شمعة منورة كده، وغسلتها بخل وليمون وملح ودقيق وكله تمام. تعالى بقى نحط الكرع بتاعنا ده كده نسلقه كده ونسيبه كده مع نفسه ويغلي ويطلع اي ريم جواه. نغطي بقى على الحلة بتاعتنا ونسيبها، وتعالوا هنشوف هنعمل ايه تاني بقى يا حبايب قلبي. اديلها بس تقليبة كده قبل ما اغطيها علشان طبعا المية تكون طالت كل الكوارع معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني على ما الكوارع تغلي كده، تاخد وتدي معانا بشكل ودي كده تغلي معانا. الرز اهوت معايا زي ما انا قلتلكوا انا غسلاه، هولع كمان معايا على الرز يستوى. على ما نشوف هنعمل ايه معانا، نحط الملح بتاعنا كده، اظبطي ملحك كده يا شوشو وغطي حلتك وولعي يلا البوتاجاز. معايا هنا ايه تاني يا جماعة عشان اعمل الفرخ بتاعي؟ معايا فرخ بلدي حلو كده. انا كنت عايزة احشيه يا ولاد والله، بس الولاد قالوا لا يا ماما احنا عايزينه بشوربة. قلت لهم حاضر. معايا هنا فص توم ومعايا بصلة كده، قطعتها كده جوانح، ومعايا ورق لورا وقرفة خشب وحبهان وكبابة صيني وفلفل اسمر، كل ده حصى كده، وبنزل بشوية زيت مع حتة سمنة بلدي وبديله تشويحة كده سريعة. وبكون غاسلة الفرخ بتاعي طبعا ومصفياه من المية بتاعته ومجهزاه جنبي، علشان أول ما الحاجات ديت والتومة كده تطلع معايا أنزل بالفرخ بتاعي كده على طول. هنا شايفيني أنا كاشفة الكوارع ازاي بدأت تجلي معايا، كاشفاها كده عشان أي حاجة وحشة ما بتعجبنيش بروح جاية لماها بالمعلقة كده على طول ومنضفاها. تمام، شايفيني هنا كده الحاجات البيضة ديت لازم أنضفها أول بأول كده علشان تطلع كمان اللي موجود معايا في بقية الكوارع. طبيخ الكوارع سهل جدا جدا جدا، بس الأكل بيبقى عايز اهتمام بس شوية. ادي الأكل اهتمام هيطلع من ايدك زي العسل وزي الفل. تعالوا بقى نغطي على الكوارع بتاعتنا تاني ونشوف البصلة بتاعتنا بقى. يلا ننزل بالديك بتاعنا كده ولا الفرخة البلدي بتاعتنا ديت، ونشوف هنعمل ايه تاني يا حبايب قلبي. وفرخ بلدي كده حلو، انزل بقى بالرجلين بتاعته والرقبة والكبدة والقنصة كل حاجاته دي. باين مفيش كبدة وقنصة يا ولاد، الكبدة والقنصة طاروا. هنلاقيهم موجودين دلوقتي. شوية فلفل أسمر كده مطحونين كده صغيرين، مش هيسمر الشوربة معاكي ولا حاجة. أنا بحب أحط نطرة الفلفل الأسمر المطحونة دي يا جماعة، ليه مش عارفة بس بحب أحطها. وكمان نطرة كمون صغنطوطة أوي أوي أوي، وبهارات فراخ. يلا بقى نغطي على فرختنا علشان نشوف هنعمل ايه تاني يا حلوين. شايفين بقى؟ تعالى الرز بتاعنا خلاص نشف كده، نهدى عليه. وتعالوا نشوف الكوارع التاني بدأت تعمل معايا مية بريم تاني أبيض ازاي. لازم ننضف الريم الأبيض ده كده كويس جدا علشان المية بتاعت الكوارع تبقى رايقة معانا وحلو. الفرخ بتاعنا اتشوح كده وبقى حلو. تعالوا يلا معايا مية طبعا نضيفة من الفلتر، هجيب كده المية بتاعتي وهنزل على الفرخ بتاعي. ونروح عند اللهم صل على النبي كده، عند الكرع بتاعنا الحلو ده، وننضف كده الحاجات البيضة اللي بتجلي معانا دي. طبعا انا هسيب الكارع ده يغلي على طول في قلب المية ديت، لما خلاص ما عادش يطلع ليه حاجات بيضة من دي، خلاص هعرف ان هو خلاص ما عادش بيطلع ريم ولا الحاجات البيضة اللي على وش المية ديت، يبقى خلاص الكارع كده بقى كويس معايا وخد الجلوة بتاعته اللي انا عاوزاها توصل معايا. في لسه مرحلة تانية، مرحلتين كمان لسه للكوارع، ماشيين كده مع بعض وهنشوف الخطوات واحدة بواحدة كده واحنا شغالين مع بعض.
مش ورانا حاجة، إحنا قاعدين أهوّة ومستنيينِك يا شوشو نشوف بتعملي إيه، وقبل ما نشوف شوشو بتعمل إيه يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم منه كل جديد، اضغطوا على اللايك كده إيه من تليفونِك، تليفون حبيبتِك، تليفون صاحبتِك، تليفون جارتِك كده، هاتي التليفون بتاعهم وانزلي كده باللايكات كده وفجّري لي اللايكات على الفيديو ده. كده خلاص خلّصت اللهم صل على النبي الكوارع كده زي ما إحنا اتفقنا قُلنا هنسيبها بقى خلاص أمّا تنضف معانا كويس أوي، كده تمام، وكمان عملت الصلصة بتاعة البطاطس معايا، أنا كده خلاص شِلت الكوارع كانت المَيّة بتاعتها بقت رايقة خالص، شِلتها بقى كده وحطيتها في مصفى تصفى معايا، وجِبت معايا إيه تاني، جِبت معايا بصلة وورق لورا وحبهان كبابة صيني وفلفل أسمر وكل ده، وهاحطهم كده يتشوحوا مع بعض بنقطة زيت، وبعد كده هنرجع لهم تاني. تعالي بقى نخش على الصلصة ديّة، أنا طبعًا البطاطسايتين قشرتهم كده وعملتهم مكعبات، والصلصة اتسبكت معايا، تعالي بقى أمّا أعمل طبق بطاطس كده خضار حلو كده يفتح النفس مع الأكل ده يا ولاد. حطيت كده البطاطس بتاعتي وزودتها بس قيمة نُص كوباية مَيّة وضغطت عليها بقى، وكمان هنا عارفين القرنفل اللي هو العود اللي بيقولوا عليه مسمار، حطيت كمان هنا معايا آآ 2 كده عشان يخلّوا ريحة الشوربة بتاعة الكوارع كده حلوة معايا، تشويحة كده حلوة يالّا يا شوشو هاتي كوارعِك وتعالي، شايفين الكوارع بسم الله ما شاء الله بيضة وزي وحلوة، خلاص اعتبر هي الكوارع كده كانت دخلت معايا في نُص سِوَى، دخلت معايا في نُص سِوَى مع غليان المَيّة اللي كانت فيه، عشان أنا باستمرار بانضّفها كده علشان تبقى الكوارع طالعة معايا نضيفة كده وما تبقاش زنخة ولا زفرة. هنا خلاص بقى هاحط الكوارع بتاعتي كده أدّي لها تشويحة حلوة، وطبعًا أنا مجهّزة مَيّة سخنة، لازم الكوارع أنا مطلّعاها من مَيّة سخنة ما ارجعش أحط عليها مَيّة باردة، اغلي كده شوية مَيّة سخنين جنب منِّك كده أو الكاتل وجهّزيه. تعالي هنا معايا إيه، معايا هنا بهارات فراخ وفي شوية فلفل أسمر هاحطهم كده عليهم يخلّوا الشوربة بتاعتي حلوة كده، لإن الشوربة دي أنا مش هارميها، ده الفوايد كلّها في قلب شوربة الكوارع يا جماعة. شوحتها كده شوية وبعد كده زي ما إحنا قُلنا مَيّة سخنة ونزلت بيها على الكوارع بتاعتي كده، علشان لازم تكون سخنة علشان الكوارع لو أنا حطيت عليها مَيّة باردة هتاخد معايا سِوَى تاني، لازم تكون المَيّة سخنة كويس جدًا علشان ما تأخرش معايا يعني في السِوَى وكده. حطيت المَيّة السخنة بتاعتي غطيت عليها، تعالوا بقى نعمل الدقة لمّا الكوارع كده تستوى وهنطلّعها نحطها فيها. هتعملي إيه يا شوشو، هاعمل دقة توم كده يا جماعة بالصلصة علشان الكوارع ديّة هارُشّها عليها وأحطها في قلب فرن البوتاجاز، ما تستعجلوش خليكم معايا للآخر وأنتم هتشوفوا أنا هاعمل إيه، زي ما إحنا اتفقنا ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. التومة هنا خلاص بدأت تخش معايا في التحميرة، هاجيب معايا بس إيه قيمة ربع معلقة كزبرة مطحونة على التومة كده يا سلام بقى، جربوا يا ولاد كده الكزبرة المطحونة كده على مع شوية كمون كده يا سلام! ويعملوهم كده مع التوم، الريحة الجميلة ديّة تطلع كده وأنا جنبي طبعًا هاجيب طماطم من الفريزر كنت مفرّزاها وهاحطها كده وكمان شوية من اللي فاضلين من صلصة البطاطس هاحطهم برضه عليهم. يالّا الحقي يا شوشو طماطمِك قبل التومة ما تتحرق منِّك. إزاي يا جماعة تتحرق مني، إزاي؟ هنا طبعًا زي ما أنا قُلت لكم أهوّة، حطيت الطماطم اللي كانت متفرّزة في الفريزر وكان عندي كمان حبّايتين طماطم كده ضربتهم كمان في الخلاط كانوا باقيين من صلصة البطاطس وكده، ورُحت جاية إيه حاطاهم كمان، مش خسارة على الكوارع، وحطيت الملح بتاعي كده وضبطت الدنيا وهاسيبها تتسبّك على أمّا الكوارع تتسبّك. تعالوا بقى كده نشوف الفرخ بتاعنا وصل معانا لفين، خلاص قرّب يستوى هنشيله بقى وأحطه على جنب كده علشان نحمّره. الصلصة هنا زي ما أنا باقول لكم هي بدأت تسبِّك معايا وكمان الكوارع هنا أنا كنت لسه ما حطيتش ملح يا حلوين، أنا هنا كنت لسه ما حطيتش ملح نهائي، مستنية أمّا كمان تخش كمان في السوا وبعد كده هاحط الملح بتاعي. الرز كده خلاص طفيت عليه كده وقلبته في بعضه كده وضبطته وكله تمام، والبطاطس كمان دخلت معايا في السوا هاطفي على الرز وهاطفي على البطاطس يبقوا كده هُم جاهزين معايا. تسلم إيدِك وعينِك يا شوشو يا رب. الكوارع هنا خلاص أنا هنا بقى رجعت أبُص عليها تاني حسيت إن هي خلاص هتستوى كده، عايزة أحط لها الحُدق بتاعها الملح علشان ما تبقاش عادبة معايا، وزي ما إحنا قُلنا الفرخ بتاعنا كمان استوى تعالوا يالّا نطلّعه، هنا أنا جايبة معايا ضهر المعلقة كده وباختبر أشوف هو استوى معايا حلو والّا إيه، كده تمام، أجيب بقى الصينية بتاعتي كده وأطلّعه وأطلّع أشياءه كده معاه، أطلّع الرجلين والرقبة يا جماعة.
بس مش عارفة الكبدة والقونص طاروا ولا راحوا فين. هتلاقيني أكلتهم في أكلة تانية بألف هنا وصحة يا رب. أنا هنا بضحك يا جماعة وبهزر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نشوف الكوارع وسعت معانا، شايفين الكوارع بسم الله ما شاء الله سايحة ونايحة كده جميل. تعالوا بقى هنرصها كده معايا في قلب الصينية ديت علشان احنا عاملين صلصة هنفضيها عليها. كانت مستوية معايا جدا جدا جدا، وطبعا زي ما احنا قلنا قبل ما كانت تخش معايا في السوا انا حطيت الملح بتاعي علشان تبقى الحدق بتاعي مظبوط. تعالوا بقى هنشيلها من الشوربة ديت، والشوربة دي طبعا يا جماعة ما ترموهاش كلها، بهارس كده وصوص كده من قلب الكوارع وكده. طبعا ما تشغلوش دماغكم بالحاجات دي هنشيلها. ايوه. تعالوا بقى كده هنشيل اي بقى حاجة هنا بقى طلع معانا فص حبهان، ورق لورا، قرفة خشب، الحاجات دي هنشيلها علشان طبعا هندخلها الفرن ولما نيجي ناكل مفيش حاجة من دي تقابلنا. انزل بالصلصة بتاعتي كده بعد ما اتسبكت كده تمام، واقلب الكوارع بتاعتي، وتعالوا نحطها في قلب الفرن بتاع البوتاجاز تاخد معايا غلوة، وبعد كده ارفعها على الشواية، وهخلي بالي وانا رافعاها على الشواية علشان ما تنشفش معايا. انا عايزاها طرية كده زي ما هي، لان انت لو سبتيها تحت درجة الشواية كده على طول هتتحرق منك وهتبقى شديدة وبتشد. كمان الفرخ بتاعي كده حمرته وكده كمان جاهز. هنا بقى الصينية اخدت معايا غلوة كده، كنت حطاها تحت، اخدت معايا غلوة كده خلاص، وادت طعم كده للكوارع، رفعتها كده على الشواية تاخد لون سريع وهطلعها على طول. تعالوا بقى كده نطلعها، شايفين هنا الفرخة وهنا صينية الكوارع كده طلعتها. يا سلام يا سلام على الريحة يا جماعة وعلى الطعم، بسم الله ما شاء الله. جربوها وادعولي، جربوا الطريقة ديت بتبقى جميلة جدا جدا لما بتحط كمان عليها الصلصة دي، عن كمان لما تكوني عاملاها بالشرب. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا الغدا يا حبايب قلبي. وهنا اقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، واشوفكم مع بعض في فيديو جديد وروتين جديد